بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في كتابنا صفة الحج إلى النفر إلى مزدلفة، فإذا غربت الشمس تدفع من عرفة إلى مزدلفة وعليك السكينة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما نفروا من عرفة إلى مزدلفة كان يقول للناس السكينة السكينة، وأشار النبي بيده. إذن بعد الوقوف بعرفة، العمل الذي بعد الوقوف بعد غروب الشمس ينفر الحجيج من عرفة إلى مزدلفة، ينفر الحجيج من عرفة إلى مزدلفة وعليك السكينة. فإذا وصلت المزدلفة، يعني ماذا تعمل؟ إذا وصل الشخص المزدلفة تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، تجمع جمع تقديم. هذا تجمع جمع تقديم إذا وصلت وما زال الوقت، وقت العشاء موجود، فتصلي المغرب 3 والعشاء 2، تصلي المغرب والعشاء. ويسن ويشرع أن تصلي المغرب والعشاء في المزدلفة، مع أنهم يخرجون بعد غروب الشمس من عرفة، لكن لا يصلي إلا في المزدلفة، لأن هذا تشريع، هذا تشريع. تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، حتى لو تأخرت إلى منتصف الليل بسبب الزحام فلا تصلي إلا في المزدلفة، إلا إذا خفت فوات وقت العشاء أن تصل الفجر فلك أن تصلي خارج المزدلفة وفي حدود عرفة. فإذا وصلت المزدلفة تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، لك هذا وهذا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل أول شيء جمع بين صلاة المغرب والعشاء، هذا لما وصل المزدلفة. ثم عليك أن تبيت في مزدلفة، نعم واجب على كل. حكم المبيت بالمزدلفة على 4 أقوال، منهم من قال أن المبيت بمزدلفة ركن، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال مباح. والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. فمن تعمد ترك المبيت بالمزدلفة فإن عليه دم وحجه صحيح، لأنه سيأتي معنا أن من ترك ركنا من أركان الحج فإن حجه باطل لا يجبره شيء، ما يجبر دم. وأن من ترك واجبا من واجبات الحج فإن حجه صحيح ويجبر بدم، ويجبر بدم. إذن الذي عليه الجمهور أن المبيت بالمزدلفة واجب. ومن تعمد عدم المبيت ولم يكن من أهل الأعذار الذي يباح لهم أن يدفعوا بعد مغيب القمر بعد منتصف الليل فإن عليه دم وحجه صحيح. قلنا تبيت في المزدلفة وتصلي فيها الفجر حتى لو تأخرت ولم تصل المزدلفة إلا الفجر بسبب الزحام فلا شيء عليك، يعني ما نمت والأصل أنك تبيت هناك، لكن حصل زحام في بعض الأحايين ما تصل المزدلفة إلا وقت الفجر، ما نمت في المزدلفة، هذا لا شيء عليك، لأن تأخرك كان بسبب الزحام، كان بسبب الزحام. قال ولم تصل المزدلفة إلا الفجر بسبب الزحام لا شيء عليك لأنك معذور. فإذا صليت الفجر يعني في المزدلفة، الذي ما عنده عذر يجب عليه أن يبيت بالمزدلفة وأن يصلي الفجر في المزدلفة. فإذا صليت الفجر يستحب لك أن تذهب إلى المشعر الحرام، يعني تصلي الفجر في المزدلفة. والمشعر الحرام هو في المزدلفة، والمشعر الحرام هذا جبل صغير. المشعر قال الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات، قال الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو من مزدلفة، كان جبلا صغيرا ثم دك هذا الجبل فبني عليه مسجد أبيض ذو منارتين، بني عليه مسجد أبيض ذو منارتين، هذا مكان المشعر. فيستحب لك أنك بعد صلاة الفجر تذهب إلى المشعر الحرام، يعني هذا المسجد، وتذكر الله عز وجل وتدعو الله. فإن لم يتيسر لك البقاء في المشعر الحرام فاذكر الله وادعو الله في أي مكان من المزدلفة، والمشعر هو من المزدلفة، واضح؟ فإذا صليت الفجر يستحب لك أن تذهب إلى المشعر الحرام وهو مرتفع صغير في مزدلفة، وأن تبقى ذاكرا لله حتى يسفر الوقت جدا، يعني لا يستحب بعد طلوع الشمس، لأن الذين كانوا يبقون في المزدلفة إلى طلوع الشمس كما سيأتي معنا هم المشركون. لكن إذا أسفر يعني إذا بدأ الضوء ينتشر هنا تدفع من مزدلفة إلى منى، ولا تتأخر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. قال حتى يسفر الوقت جدا، هكذا فعل الرسول كما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فإن لم يتيسر لك الذهاب إلى المشعر الحرام فاذكر الله وادعوه في مكانك الذي أنت فيه من مزدلفة،
ويستحب أن تذكر الله إلى أن يسفر جدا. السفر يعني الضوء، ينتشر الضوء. وتدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. هذا جبل اسمه ثبير في المزدلفة. فكان المشركون لا يدفعون إلا إذا طلعت الشمس من مزدلفة، ويقولون أشرق ثبير، يا جبل أين الشمس؟ نريدك أن تشرق من أجل أن نذهب إلى منى. واضح؟ قال إن المشركين كانوا لا يفيضون، يعني من المزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، يعني يقولون هذا الجبل الذي هو على يسار منى، الذي هو ذاهب إلى منى على يساره، الذي هو ذاهب من مزدلفة إلى منى، هذا الجبل وهو ثبير على يساره. فيقولون أشرق ثبير، يعني الشمس تطلع عليه ويدفعون، والنبي خالفهم، فكان ينفر النبي من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. قال أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، يعني معنى أنه إذا أشرق، إذا الشمس في جبل ثبير فإننا سندفع وسنغير، والمراد بسنغير أي سندفع من المزدلفة إلى منى. فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادة الجاهلية، وهو النفر قبل طلوع الشمس. ثم تخرج من مزدلفة إلى منى. مزدلفة سيأتي معنا في شرح الحج أن ليس فيها مساكن. ثم تخرج من مزدلفة إلى منى، ويجوز لك أن تدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. يجوز لك أن تدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، بشرط إن كنت من الضعفاء. من هم الضعفاء؟ كالمرضى والصغار وكبار السن والنساء وأهل الأعذار ومن كان مرافقا لهم. إذن يجب على الشخص يجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة، إلا الضعفاء فيجوز لهم أن ينفروا بعد منتصف الليل، والأفضل بعد مغيب القمر، لأن القمر يغيب بعد منتصف الليل. فيعد الشخص مثلا لو أن الشمس تغيب الساعة 7 فيحسب 8 9 10 11 12 1 2 3 4 مثلا 9 ساعات، فيبقى من الليل 4 ساعات ونصف، ثم ينطلق في المنتصف، لكن بشرط أن يكونوا أهل الأعذار، نساء، شخص معه نساء، شيبة، أمراض، عندهم أمراض، فهذا يجوز لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل، يجوز لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل. أما من لم يكن من أهل الأعذار وليس عنده عذر فلا يجوز له أن يدفع. ثم تخرج من مزدلفة إلى منى، ويجوز لك أن تدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل إن كنت من الضعفاء كالمرضى والصغار وكبار السن والنساء وأهل الأعذار. والدليل على ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، يعني كان معه من الضعفة فابن عباس معهم، فالمرافق يأخذ حكمهم، المرافق لهؤلاء أصحاب الأعذار يأخذ حكمهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة، يعني بنت زمعة زوجة النبي، قالت عائشة كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، يعني سمينة، والسمن هذا يتعب بالمشي ستتأخر. قال كانت سوداء امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله أن تفيض من جمع، يعني من المزدلفة بليل، فأذن لها، فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله كما استأذنته سودة. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام، يعني تقصد النبي، إمام الناس هو النبي، إلا مع الإمام. ثم تدفع من مزدلفة إلى منى متوجها إلى جمرة العقبة. الحجاج الذين هم ضعفة يمشون بعد منتصف الليل يرمون جمرة العقبة، والذين ليسوا بضعفة يبيتون في المزدلفة إلى بعد الفجر، إلى أن يسفر جدا، ثم يكون الانطلاق إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، جمرة واحدة. ثم تدفع من مزدلفة إلى منى متوجها إلى جمرة العقبة، فإن كان طريقك من وادي محسر، إن كان طريقك من وادي محسر، هذا وادي محسر ليس من عرفة ولا من منى، هو بين عرفة ومنى،
فلا يجوز الوقوف فيه. لا يجوز الذين هم يقفون في منى، ولا يجوز الذين هم يقفون في مزدلفة. اختلف العلماء لماذا النبي أسرع في وادي محسر وهو ذاهب من المزدلفة إلى منى وهذا وادي. منهم من قال لأن الله عقر أصحاب الفيل وهو أبرهة الحبشي ومن معه من الجيش الذين أتوا بالفيل لهدم الكعبة. لكن بعد البحث والتنقيب أن وادي محسر لم يهلك الله أصحاب الفيل في وادي محسر، والذي ترجح لي والله أعلم أن الله أهلك أصحاب الفيل في وادي مغمس. ووادي مغمس هو ما بين منى وعرفات قريب من مكة من جهة الطائف، هذا اسمه وادي مغمس. فهناك عقر الفيل. والظاهر والله أعلم أن الرسول أسرع، لأن المشركين كانوا يأتون إلى وادي محسر فيبقون يذكرون آباءهم وأحسابهم وأنسابهم، ولهذا الله قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قالوا لأن المشركين كانوا يأتون إلى وادي محسر فيذكرون الأحساب والأنساب. ومنهم من جمع بين القولين، قال عقر الفيل في وادي محسر، وهلاك الجيوش إنما كان في وادي مغمس، كان في وادي مغمس. والعلم عند الله، على كل وادي محسر، لأن المشركين كانوا يبقون هناك، فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع. هذا يسرع إذا كان الشخص غير راكب، أما إذا كان راكب فإن الزحام لا يجديه. قال فإن كان طريقك من وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى، إذن وادي محسر وبين مزدلفة ومنى، ومغمس بين عرفة ومنى، وادي محسر ووادي بين مزدلفة ومنى. استحب لك أن تسرع السير إن كنت ماشيا، ولا يمكنك إن كنت راكبا بسبب الزحام. فإذا وصلت إلى جمرة العقبة، على كل بالنسبة للحصى تأخذها من منى أو من طريقك، من الطريق تأخذها من أي مكان، تأخذ 7 حصيات. قال فإذا وصلت إلى جمرة العقبة، إذن الآن تتوجه من مزدلفة إلى رمي جمرة العقبة، وهذا يوم النحر الصباح. فإذا وصلت إلى جمرة العقبة فارمها ب7 حصيات، ويجب أن تسقط كل حصاة في الحوض، يعني لما يرمي يتأكد من الحوض أن تصل الحصى إلى الحوض. ولا يلزم أن يرمي العمود، لأنه عندنا حوض والحوض داخله عمود، لا يلزم أن تقع على العمود، أهم شيء أن تدخل الحصى إلى الحوض. قال ويجب أن تسقط كل حصاة في الحوض، ويستحب أن تكبر مع كل رمية، أن تقول مثلا الله أكبر، هذا مستحب مع كل رمية، وترمي ب7 حصاة، فإن نقصت حصى لا يجزئ، لابد أن ترمي ب7. ويستحب أن تكبر مع كل رمية، فتقول مع كل حصاة الله أكبر. فإذا بدأت برمي أول حصاة تقطع التلبية، كما مر معنا بداية التلبية في الحج ونهاية التلبية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل، يعني الفضل بن عباس، من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولك أن تلتقط الحصى من أي مكان، من مزدلفة أو من منى، وتكون الحصاة مثل حصاة الخذف، صغيرة مثل حصاة الخذف. وأفضل وقت الرمي بعد طلوع الشمس ضحى، هذا هو الأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، فلو رمى بعد الفجر أجزأه بعد الفجر. أما أصحاب الأعذار لهم أن يرموا قبل الفجر. عندنا وقتان، وقت وجوب ووقت جواز. أما وقت الوجوب فهو بعد الفجر لغير أهل الأعذار، بعد الفجر. ووقت جواز وأفضلية، يعني عندنا وقت جواز ووقت أفضلية، وقتان في رمي الجمرات. أما وقت الجواز بعد الفجر، والأفضلية بعد طلوع الشمس، هذا لمن ليس له عذر. أما الذي له عذر فيجوز له أن يرمي قبل الفجر من بعد منتصف الليل، لأن هذا معذور. والأفضل لهم أن يرموا بعد الفجر. وأفضل وقت الرمي بعد طلوع الشمس ضحى، ويجوز بعد الفجر، ولا يجوز الرمي قبل الفجر إلا للضعفاء، لا يجوز الرمي قبل الفجر إلا للضعفاء وأهل الأعذار الذين دفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل،
ومن يقوم معهم من المرافقين يأخذ حكمهم، من يقوم معهم من المرافقين يأخذ حكمهم، فيجوز لهم أن يرموا عند وصولهم ولو قبل الفجر. ما الدليل؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة ثم أفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها والأولى لهم، يعني حتى الضعفاء، ركز، والأولى لهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، بعضهم يقول حمرات لكن رأيناها بالتشكيل حمرات بتشديد الميم مع الفتح، حمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نشرح الحديث باختصار. قول ليلة المزدلفة أغيلمة، أغيلمة جمع غلام وهو تصغير غلمة، تصغير غلمة وهو جمع غلام. قال ولا المراد بالغلام الصغار، المراد بالغلمان الصبيان الصغار، وهذا التصغير أغيلما من باب التحبب، من باب التحبب. بني عبد المطلب المراد به بنو عم النبي، يعني معنى الحديث أن الرسول كان يتودد لهؤلاء الصغار من بني عمه، بني عبد المطلب بني العباس، يتودد لهم. قال على حمرات، المراد بالحمر الحمير، أنه كان يركبهم النبي على الحمار، إذا ركب النبي الحمار يركبهم معه. قال على حمرات أو حمرات، الآن عندنا حمر بالضم، المراد به الحمر المعروفة، وحمر بتسكين الميم المراد به الإبل، خير له من حمر النعم، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة، حمر. قال على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا، يعني كان النبي باب المداعبة يضرب على أفخاذ الغلمان، يضرب هكذا بغير شدة ولا قوة، يلطخ أفخاذنا، يضرب أفخاذهم باب المداعبة، لأن بعضهم قد لا يفهم هذا الحديث. يلطخ أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة، يعني وهم ضعفاء، يعني الشاهد أنهم ضعفاء، فيقول: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يعني أنه يستحب حتى للضعفاء ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. كذلك أيضا سنقرأ الأحاديث، لأن بعض الحجاج يقول: أنا ما عندي دعاء ولا أحفظ دعاء، فذكرنا في كتابنا هذا بعض الأدعية السهلة والمهمة والجامعة للحجاج، نقرأها قراءة كما هي. قلنا تتمة: وخير ما يقوله الحاج يوم عرفة ما يقوله الحاج يوم عرفة، ما جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي الإكثار أيضا من الأدعية الواردة في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، وقد وردت أدلة كثيرة في ذلك. نذكر بعضا من الأدعية الجامعة، ويختار جوامع الذكر والدعاء من ذلك قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول يعني الرسول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكان يقول أيضا: أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.
اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع